أنا في هذه اللحظة أقول لهم يا إخواني، يعني نحن بدأ مشوارنا مع كتاب الله عز وجل لما كنت في 12 من عمري، 12 سنة، وأنا الآن في 58. مر على هذا الكلام أظن 46 عام. وقد الإنسان بعد فترة من عمره يتذكر شيئا مضى في حياته فيندم عليه، وأنا ولله الحمد لست بنادم، بالعكس كلما تذكرت أن الله أكرمني بالصلة بالقرآن العظيم مبكرا أحمده وأشكره ويعجز لساني أحيانا لا أجد فأسكت، لا أجد عبارة تعبر عما أريد أن أقول للمولى عز وجل، فأجد السكوت وأجد الدموع بدل الكلام. والمولى عز وجل يفهم جل جلاله علينا جميعا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال عن سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. فالمولى عز وجل عالم مطلع علينا جميعا. الشاهد يا إخواني، خذوها من أخيكم نصيحة، والله ما صاحب القرآن إنسان بصدق إلا ورأى الخير في الدنيا قبل الآخرة، والله. لكن بهذا الشرط أن يصاحب القرآن بصدق، أن يصاحبه على أنه كلام الله، أن يحترمه احترام منزله سبحانه وتعالى، أن يجله إجلالا عظيما فينعكس هذا الإجلال بأن الله عز وجل يجعلك الناس تجلك والناس تحترمك، لأنك أنت احترمت كتاب الله عز وجل واحترمت كلامه، احترمته بالتلاوة الصحيحة، واحترمته باحترام المصحف الشريف. لم تضع المصحف في مكان لا يليق، لم تمد رجليك إلى مكان والمصحف أمامك وكأنه جريدة أو مجلة أو كتاب. حتى الجريدة والمجلة أليس فيها أسماء الله الحسنى؟ أليس فيها آيات من كتاب الله؟ أليس فيها اسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف أمد رجلي على هكذا وأضع كما يفعل الأجانب؟ الأجانب ما عندهم أدب ولا عندهم ضوابط. نحن الحمد لله ديننا علمنا الأدب، وديننا علمنا أن نكون مراقبين لله عز وجل. فلذلك صاحب القرآن على أنه كلام خالق الأكوان، صاحبوه محبة، صاحبوه احتراما، صاحبوه تلاوة، صاحبوه تأملا لما فيه من المعاني. ما ترون خاصة جزء عامة وتبارك، المولى عز وجل كم وكم عرض علينا من مشاهد القيامة في جزء عامة وتبارك. هذا ليس عبث، هذا ليس فيلم خيالي، هذا شيء سيقع، والله سيقع. كل ما نسمع القارعة. القارعة مو مشان نفخم القاف ونرقق الراء، لا، القارعة. تتصورون شيء لما يقرع كيف لو سمع أحدنا انفجارا قويا أو جرسا من الأجراس الكبيرة يقرع أو صوت شديد؟ القارعة. فلما يقول خالق الأكوان القارعة ليست كقارعة سمعناها في الدنيا. ما القارعة؟ ثم وهكذا. ما أريد أن أدخل في التفسير، الشاهد أن مشاهد القيامة التي نقرأها يجب أن نقرأها على أنها حقائق. وإذا القبور بعثرت، نعم ستبعثر القبور، هذا قطعا وجزما. وإذا والسماء ذات البروج واليوم الموعود، موعود قطعا، موعود يعني له وقت مؤقت. أقتت يعني لها وقت معين ومحدد. لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. هناك يوم سيأتي، والله سيأتي، اسمه يوم الفصل، سنكون فيه جميعا وسيفصل الله بين الخلائق أجمعين. هناك يوم اسمه وأنذرهم يوم الحسرة. يوم الحسرة. شوف، نحن نقول يوم الجمعة، يوم الجمعة معناتها كلنا موجودين في يوم الجمعة. طب لما تقول يوم الحسرة معناها كل من أظله هذا اليوم الذي سيأتي قطعا وجزما يوم القيامة في موقف من مواقف ومشاهد القيامة، لحظة ويوم اسمه سماه القرآن يوم الحسرة. كلنا سنتحسر، كلنا بأجمعنا، مؤمننا المطيع ومؤمننا العاصي، مسلمنا العاصي والكافر والمنافق، والكل سيتحسر. أما الكافر فسيتحسر أنه لم يكن مؤمنا، وأما المنافق فسيتحسر على نفاقه، وأما المسلم العاصي فسيتحسر على معصيته وإصراره عليها وسعيه في الفساد في الأرض، وأما المسلم المطيع، مسلم ومطيع، شو بدك أحسن من هيك؟ مع ذلك سيتحسر ويقول يا ليتني ازددت. ليس دائما، هذا موقف يوم الحسر. أنذرهم
وربي قال للنبي أنذرهم، يعني حتى ما أحد يقول بكرة والله ما كان عندي علم ما دريت، لا أدريت، أنا دريت والدكتور أنس دري، أنتم الآن كلكم علمتم. ربنا قال أنذرهم، يعني يا محمد أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. إذ قضي الأمر يعني شو ما قضي الأمر؟ ما عاد في مجال أن نصحح، ما عاد في مجال مثل في الاختبار لما يسحبون ورقة الإجابة من الطالب، خلص ما عاد في مجال يزيد ولا كلمة، ولا عاد في مجال يصحح خطأ كتبه. الورقة بقيت معك 3 ساعات، لماذا لم تصحح لما كانت الورقة معك؟ لذلك ربنا يقول لنا يوم القيامة أولم نعمركم؟ أولم نعمركم؟ نعمركم يعني نجعل لكم أعمار طويلة ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ماذا سنقول؟ ما عندنا جواب. فلذلك يا أخواني هذه نصيحتي، أقبلوا على الأمر الذي لا تختلف عليه الأمة، كلام الله وكلام رسوله. ممكن يختلفوا بالآراء، بالأفكار، بتفسير بعض الأشياء، بالأحزاب، لكن هل أحد يختلف على كتاب الله؟ هل أحد يختلف على قال رسول الله؟ عليكم بهذين اللذين نصحنا رسول الله أن نتمسك بهما بقوله تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، ولن هذه للنفي، لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فعلينا أن نقبل على هذين المصدرين العظيمين، نقرأ بأحاديث رسول الله الثابتة الصحيحة، ما نقرأ في الضعيف والموضوع، ونقرأ في القرآن العظيم وكله متواتر. القرآن العظيم ما نبحث عن ثبوته لأنه ثابت من الجلدة إلى الجلدة، ولله الحمد والمنة. هذه نعمة كبيرة امتن الله علينا بها نحن أمة الإسلام. فصاحب القرآن يا أخواني وصاحب أحاديث رسول الله اقرأوها بعناية، اقرأوا الآيات بعناية، لا يكن همكم كما قال آخر السورة، لا يكن هم أنه يلا رح تخلص السورة، لا، ما يكون هذا همك. إذا كان هذا همك ذهنك انصرف عن المعاني التي أودعها الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يفتح أقفال قلوبنا. آمين. نسأل الله عز وجل أن يفهمنا ويلهمنا المعاني التي أودعها في الآيات العظيمات، وأن يجعل القرآن يوم القيامة حجة لنا ولا يجعله حجة علينا، وأن يجعله قائدنا إلى الجنان إن شاء الله، ولا يجعله سائقنا إلى النيران، وأن يجعله أنيسا لنا في القبور. كما ورد في عدد من الأحاديث أن القرآن يكون أنيسا للعبد في القبر، ويكون مؤنسا له في وحشته. ولكم أن تتصوروا وحشة الإنسان في قبره، خاصة في اللحظات الأولى وخاصة في الأيام الأولى، فيأتيه على أحلى هيئة ويكلمه على هيئة إنسان حسن الصورة حسن الرائحة لطيف الكلام، فيقول له المؤمن المرعوب في القبر، يقول له بأبي أنت وأمي من أنت؟ فيقول أنا القرآن الذي كنت تسهر في ليلك وتظمئ في نهارك. ويؤنسه ويقول له سأذهب وأعود لن أطيل، ويذهب فيأتيه بفراش من الجنة ويأتيه بغطاء من الجنة، ويقول له هل استوحشت بعدي؟ يعني لما غبت عنك شوي ورجعت هل استوحشت؟ انظروا إلى هذا الدلال. فلذلك تعالوا جميعا، لسه عندنا وقت، معنا ما زلنا أحياء، ما زلنا نستطيع أن نعدل. من كان منا في الماضي غلطان فليستغفر الله، وأنا أول واحد أستغفر الله وأتوب إليه، وأسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا ويسترنا في الدنيا والآخرة. لكن تعالوا نصحح مسيرتنا مع كتاب الله عز وجل وصحبتنا له، وعسى أن يكون إن شاء الله معنا في كل المراحل، في القبر وما بعد القبر وعند الميزان. 30 آية تدافع عن صاحبها يوم القيامة. كذلك تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان، العرب تقول غياية تقول غمامة، أيضا يحاجان عن صاحبهما. فكيف القرآن الكريم كله؟ اللهم لك الحمد والشكر، نعم ما بعدها نعم، فلنستغل فرصة الحياة نعمة يعطيها الله عز وجل للإنسان مرة واحدة، فلنحرص عليها. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يثبتنا وإياكم، وأن يجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها يوم القيامة إلى جناتك جنات الخلود من غير سابقة عذاب ولا حساب ولا سؤال، بل من محض جودك وفضلك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم على